محمد مجدي قفشه نادي اهلي بني غازي عايزه، ونادي اهلي طرابلس عايزه، الاثنين عايزينه. اهلي بني غازي اللي بيدربه كابتن طارق مصطفى ومعاه كابتن طارق يحيى، واهلي طرابلس اللي بيدربه كابتن حسام بدري ومعاه كابتن هادي خشبه. هنا جهاز فني كامل اهلاوي، هنا جهاز فني كامل زملكاوي، ده عايزه وده عايزه. لما اتعرض على اهلي بني غازي والكابتن طارق مصطفى كان عايزه، النادي الاهلي حسب ما قال الكابتن طارق يحيى، النادي الاهلي على لسان وكيل محمد مجدي قفشه طلب اعاره في السنه الواحده 1.8 مليون دولار، يعني 1,800,000 دولار في اعاره سنه واحده فقط لا غير. فكابتن طارق قال يعني رقم مبالغ فيه، يعني مستحيل حد يدفع الرقم ده في اعاره في يعني سنه واحده في محمد مجدي قفشه، يعني معلش ما هواش مأدي الفتره الاخيره يعني بالشكل وبالتالي الكابتن طارق يحيى طلع قال يعني معلش، يعني انا عشان اجيب محمد مجدي قفشه اقصى رقم ممكن ادفعه هو 250,000 دولار فقط لا غير. يعني بصراحه يعني انا مش هكدب عليك، هو عنده حق، اكيد هو عنده حق. انا يعني والله العظيم انا ما بتريق عشان واحد من الاخوه الكرام دخل يقول يا عم اتكلم عن لعيبه النادي الاهلي بشكل افضل، او عزز لعيبه النادي الاهلي معنى الاصح. انا معاك والله، بس هل محمد مجدي قفشه يعني انت مقتنع ان محمد مجدي قفشه الاهلي يطلب فيه 1,800,000 دولار في موسم؟ انا مش هتكلم، يعني انا مش هتكلم. انا كل اللي كتبته يعني انتوا متاكدين انه 1,800,000 مش 180 جنيه؟ يعني الوضع مش محتاج تريقه، هو الوضع بيتكلم عن نفسه اقسم